في اقل من شهر شطبنا الشقه اللي هوريها لكم دلوقتي. احنا في فالي تاور حدائق اكتوبر. استلمنا الشقه دي للعميل من جهاز حدائق اكتوبر، وتعاقدنا على الميه والكهرباء والغاز، وعملنا فيها شويه تعديلات وشويه تشطيبات خفيفه جدا بسعر بسيط جدا، ولكنها غيرت من ملامح الشقه تماما، علشان الشقه دي العميل هيأجرها مش هيسكن فيها. هفرجكم دلوقتي على التعديلات اللي عملناها في الشقه. بالنسبه للريسبشن عملنا فيه جبسون بورد، عملنا فيه ليد بروفايل مع سبوتات مع النجفه دي. في الحيطه عملنا بانوهات مع اباليك. هوريكم دلوقتي باقي الشقه. بالنسبه للطرقه عملنا فيها تراك لايت، لان في كاميرا قطعه في النص، فالتراك لايت كان ارخص حل ممكن يديني شكل شيك. اما بالنسبه لحمام الشقه دي فغيرناه بالكامل، وعملنا حمام تحفه جدا بتكلفه قليله جدا. بالنسبه لسيراميك الحمام فشلناه بالكامل وركبنا سيراميك 60 في 120 بيدينا نفس شكل البورسلين، ولكن بتقريبا نص التكلفه او اقل من نص التكلفه. ركبنا هنا قاعده معلقه سفون خارجي ادتني شكل القاعده المعلقه بدون اي تكلفه زياده. اما بالنسبه للبانيو فالبانيو هنا ركبناه عرض 80 في طول 150. البانيو داخل حشر، يعني مفيش اصلا مسافه عرض زياده يتحط فيها او مساحه مهدره، ومفيش مسافه في الطول فاضيه. البانيو على مقاس الفراغ بالظبط. ركبنا هنا خلاط دفن 2 مخرج في البانيو مع الهيد شاور مع هاند شاور مع صباب. عملنا البارتيشن ده بحيث اللي هيستخدم البانيو الميه ما تقعش على السيراميك. عملنا هنا الخوارنقات دي مع الليد بروفايل ده، مديه شكل جميل جدا في الحمام، وهتكون كويسه جدا في الاستخدام. بالنسبه للحوض فركبنا حوض 65 سم، بحيث ان هو ده الفراغ اصلا اللي باقي لي بين الخوارنقات وبين الشباك، مع المرايه التاتش دي مع الليد المخفي بتاعها، مديه اتساع كبير في الحمام. الوحده هنا ركبناها بروديوم ضد الميه. غيرنا الشباك الالموتال القديم بتاع الحمام، وركبنا شباك يو في سي باللون الابيض نفس لون الحمام، مع شويه اكسسوارات مع البلاعه قبل التبليط غيرت من ملامح الحمام تماما. دي الغرفه الماستر. كل اللي عملناه فيها ان احنا برضو عملنا جبسون بورد في السقف مع ليد بروفايل مع سبوتات. بالمناسبه ابواب الشقه كلها كانت لونها بني، غيرناها للون الابيض، ادى اتساع للمكان وشكلها احسن كتير. اما غرف الاطفال كل اللي عملناه فيها ان احنا ركبنا نجفه في نص الغرفه، مع العلم ان احنا الشقه هنا بالكامل اديناها سكينتين معجون مع تشطيب دهانات جوتن قابله للغسيل. التكلفه اللي صرفناها في الشقه هنا تقريبا تساوي تكلفه تشطيب حمام في الشغل اللي مستواه اعلى من كده اللي احنا بنعمله. علشان كده اللي عايزين نقوله ان انت ممكن تعمل تشطيبات شكلها شيك جدا بتكلفه قليله جدا. الفكره ان انت تختار ماتيريال سعرها كويس وتركبها او توظفها بشكل كويس. اللي عايز يعرف تكلفه الشقه دي او الشقه دي صرفت كام يكتب في التعليقات وهنرد عليه.